السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده واحوال طيبه باذن الله. قبل ما نبدا معكم الفيديو غادي نصليو على النبي كيف العاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم امين. وكنرحب بالاخوات الجداد اللي انضموا للقناه. مرحبا بكم اخواتي في قناتكم عالم ايمان ام البنوتات. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم المحتوى، وكنتمنى ان شاء الله تدعموني بلايكاتكم وتشجيعاتكم. شكر كبير لكم اخواتي، وكنرحب بالاخوات اللي كانوا معايا منذ البدايه. شكر كبير لكم اخواتي على تشجيعاتكم وعلى الوفاء ديالكم وحسن المتابعه. الله يخليكم عليا، الله يحفظكم يا ربي. بالنسبه للاقتراح اللي غادي نقترح عليكم اليوم هو ميريندينا اللي كتجي اكثر من رائعه، كتجي خطيره البنات. انا متاكده الا جربتوها وبهاد المكونات اللي عطيتكم غتولي معتمده عندكم وغادي تعجبكم مليون في المية. كتجي ناجحة هشيشة كيف ما كتلاحظوا معايا، اللذة ولا أروع. القوام ديالها كيف ما كتشوفوا معايا أخواتي اسفنجي رطب، كتجي خطيرة بزاف وكتجي أحسن ملي كتباع جاهزة. مع العلم أن اللي كتباع جاهزة حتى هي زوينة، ولكن هذه رائعة رائعة جدا البنات. غير ثقوا فيا وجربوها ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. ندوزو المكونات وطريقه تحضير الوصفه. بالنسبه للمكونات اخواتي، عندي 3 ديال البيضات، 150 غرام ديال السكر سنيده، واحد المعلقه كبيره ديال الميكسو، واحد القبيصه ديال الملح، وعندي 150 غرام ديال الدقيق فرص رطب، وعندي خماره حمراء، واحد المعلقه ديال الماء. اول حاجه كنبدا بها هي انني كناخذ واحد البول، كنكسر البيض وكنضيف ليه قبيصه ديال الملح، وكنضيف ليه المكون اللي ما كنستغناش عليه. وانا متاكده الا جربتوا بهاد المكون البنات غادي تنال الاعجاب ديالكم. كنضيف واحد المعلقه، وكنضيف معلقه ديال الماء، وكنضيف سكر سنيده، وكنبدا نطرب البيض ديالي اللي كيكون درجه حراره المطبخ بالطراب الكهربائي حتى كيولي ليا بهذا الشكل هذا. كيولي ليا الخليط بيض، كيبقاش البيض صفر. من بعد كنضيف النواشف، كنضيف الدقيق والخماره، وكنستمر بالتطريب. شوفوا القوام ما شاء الله كيجي كريمي. كتجي البنات هاد لاجينواز هادي رائعه ناجحه 100%. انا متاكده الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمكون كيتباع عند صحاب الحلويات 5 دراهم البنات، ممكن تستعملوها 3 ديال المرات. كتستغناو على الزيت، كتجي لاجينواز ديالو خفيفه كيف ما غتلاحظوا معايا. كناخذ واحد الطاوه وكندير ليها ورق طبخ، كندهنو بالزيت وكنفرغ الخليط ديالي. من بعد ما ولا ليا بالشكل اللي شفتوا معايا اخواتي كيولي عاقد كريمي، كنبدا نوزعو في اللاطه بشكل متساوي، كنبدا نقاد فيه كيف ما غادي تلاحظوا معايا اخواتي. كيعذب واحد شويه ولكن النتيجه اكثر من رائعه. كيف قلت لكم اخواتي ناجحه 100%. غير ثقوا فيا وجربوها غادي تولي ان شاء الله معتمده عندكم. كيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي من بعد ما كنقاد لاجينواز ديالي بهذا الشكل هذا، وفي هذه الاثناء البنات كندير الفران يسخن على 180 درجه. من بعد كندخل لاجينواز ديالي، كنخدم الفونتيلاتور وكنقص درجه الحراره، كندير 160 درجه. كنخليها طيب تقريبا 5 دقائق. من بعد كنطفي الفوق وكنخلي الفران شاعل غير من التحت. كتاخد تقريبا واحد 10 دقائق في الطياب، كتكون واجده. كتاخد واحد اللون ذهبي كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنخليها تبرد. وغادي ندوز ان شاء الله باش نحضر معكم الحشوه. عندي هنا واحد نص كاس ديال الحليب، عندي 120 غرام ديال الشوكولاته السوداء، وعندي دانون ديال الفاني عاقد. كندير الحليب ديالي يسخن وكنخويه على ديك الشكلاط. كنبدا نخلط بواحد الملعقه حتى كيذوب ليا الشكلاط كينسجم مع الحليب. من بعد كنضيف ليه دانون بهذا الشكل هذا. دانون البنات كيختر الخليط وكيجيني عاقد. كنخلط الكل جيدا حتى كتنسجم ليا العناصر مع بعضياتها، وكنحصل على واحد الصلصه اللي لذيذه وخاتره كيف ما كتشوفوا معايا. ممكن تزينوا بها الكيك، كتجي اكثر من رائعه وكتوجد بسرعه البنات. كيف ما لاحظتوا معايا ما فيهاش بزاف ديال المكونات. من بعد ما كتنسجم ليا العناصر كنوضعها جانبا، وكنجيب لاجينواز ديالي كنحيدها من الطاوه وكنحيدها من البابي. كتحيد بسهوله كيف ما لاحظتوا معايا راه محمره. كنقسمها
من النصف. كنحاول انني نقسمها عيني ميزاني. ممكن تستخدموا مسطره باش يجيكم القياس مضبوط. انا الصراحه قطعتها بطريقه عشوائيه، ما عنديش مشكل، غياكلوها بنياتي. المهم كنقسمها من النصف وكنوضع الصلصه اللي شاركت معاكم بهذا الشكل هذا. كنوزعها على الطبقه من الجينواز بشكل متساوي. هاد الصلصه البنات رائعه، غادي تولي معتمده عندكم، يجربوها وكتعطي ميريندينا واحد المذاق اللي اكثر من رائع. انا الصراحه كثرتها حيت كتجي بنينه بزاف البنات. بالنسبه للميريندينا اللي كنشريو كتكون الصلصه خفيفه، غير كيكذبوا علينا الصراحه، ما كيكثروش. المهم هذه كتجي غزاله، يجربوها البنات على حسابي. كيف ما كتلاحظوا معي اخواتي، من بعد ما وزعت الصلصه وضعت الطبقه الثانيه ديال لاجينواز وضغطت عليها شويه بيدي وكنبدا نقطعها. كنخليها حتى كتجمد واحد شويه كتماسك ديك الصلصه، عاد كنقسمها. هنا قسمتها عشوائيا، ممكن تستعنوا بمسطره باش يجيكم القياس قد قد. هذا هو القوام ديالها، كتجي بهذا الشكل هذا. كيف قلت لكم اخواتي انا قسمتها بطريقه عشوائيه. كنحاول انني نقطعها عيني ميزاني، طريقه جد سهله وبسيطه، والمذاق رائع جدا البنات. كنقولها وانا متاكده. هذا هو الشكل ديالها، شوفوا ما شاء الله الصلصه كثيره. ممكن تخليوها بهذا الشكل هذا بلا ما ديروها في الشكلاط، كتجي حتى هي زوينه. كيبقى لكم الاختيار. صافي من بعد ما كنقطع لاجينواز ديالي كيف ما لاحظتوا معايا اخواتي، كندوب الشكلاط، كنضيف ليه الزيت باش يخفف ليا باش ما يجينيش ثقيل. وكنبدا ناخذ كل قطعه ونوضعها في الشكلاط بهذا الشكل هذا، وكنوضعها فوق ورق الطبخ ولا ديروها فوق شي شبيكه تستقطر. المهم نزين ميريندينا ديالي بهذه الطريقه هذه. كناخذ كل قطعه وكنوضعها في الشكلاط، وكنستعين بواحد الفورشيط وملعقه، وكنوزع الشوكولاته بهذا الشكل هذا. كنحاول انني ما نخليهاش في الشكلاط باش ما تهزليش الشكلاط بزاف. وبنفس الطريقه كنكمل باقي القطع اللي عندي. طريقه جد سهله وبسيطه والنتيجه رائعه. كنتمنى ان شاء الله البنات تجربوها، راه كتجي غزاله بزاف. من بعد ما كنكمل القطع اللي عندي كناخذ الشكلاط الاسود وكنضيف ليه واحد شويه ديال الشكلاط ابيض باش كنهرس داك اللون الاسود، وكنخليه يذوب. وكنشكل خطوط عشوائيه كيف ما تلاحظوا معايا بطريقه عشوائيه، وكنحصل على ميريندينا اللي غزاله وكتجي احسن ملي كتباع جاهزه. 100%. انا متاكده الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم. وهذه هي ميريندينا ديالي، غادي نقدمها ان شاء الله ونوريكم القوام ديالها كيف كيجي من بعد ما كينشف ليا الشكلاط. كنقدمها بهذا الشكل هذا. التقديم كيبقى بحسب الذوق، كل واحد يقدمها كيف ما بغى. اهم حاجه اخواتي هي الاسرار ديال الوصفه اللي شاركت معكم. وهذا هو الشكل ديالها، كتجي اسفنجيه رطيبه. كيف قلت لكم المذاق اكثر من رائع. انا متاكده الا جربتوها البنات غادي تولي معتمده عندكم، صدقوني. كنعطيكم وصفات اللي انا متاكده 100% بانهم غادي ينجحوا معاكم وغادي يعجبوكم. وهذا هو القوام ديالها، كيجي اسفنجي وخفيف، والحشوه كيف شفتوا معايا ما فيهاش بزاف ديال المكونات، وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وكان هذا هو الاقتراح ديال اليوم. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ كيف ما غادي تلاحظوا معايا، كنوضع ميريندينا في بواطه على شكل طولي بهذا الشكل هذا،
وكنسدها وكنحتفظ بها في الثلاجة. الصراحة ما كتبقاش كتكال في البلاصة، كتجي لذيذة بزاف البنات، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم حتى نتوما. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو ليا فراسكم، وما تنساونيش من اللايكات والتشجيعات. لهلا يخطيكم عليا، وشكرا كبير لكم اخواتي، والى فيديو قادم ان شاء الله واقتراح جديد. مع السلامة.